السلام عليكم، مرحبا بكم البنات في قناه ام يوسف. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كوبه ديال البطاطا مع الجبن. ولكم المقادير: عندنا هنايا بطاطا مسلوقه، وعندنا الجبن، وايضا التون، وايضا النقانق مبخره. نوريكم الطريقه. اول حاجه كناخذوا النقانق او اي يعني كالشير ايضا حتى هو. انا اختاريت هاد النقانق بهذا الشكل هذا، يعني مبخر حلال كما كتشوفوا معايا هنايا. كيكونوا بزاف في يعني في المتاجر ديال التركيين. وكنحتاجوا هنا الجبن، والطريقه ديال الجبن كما درت كما كتشوفوا معايا هنايا ديال ساندويتش. كناخذوا يعني نشكل فيه كريات صافي. كناخذوا بحال هاد الطريقه هذه، يعني كنعجنوا كامل. او لا نتوما استعنوا باي جبن عندكم. انايا هذا فعلا اللي عندي، ودرت لي هاد الشكل هذا. صافي كناخذوا شويه من الجبن، وكنعملوا فيه كريات حتى نكمل كاع يعني ديك الكميه اللي عندي. من بعد غنمشيو كما كتشوفوا هنايا حطيت كامل حدايا باش يكونوا كلشي موجودين. اول حاجه كنحتاجوها، وايضا توابل عندي هنايا: بابريكا حمراء، وعندي الفلفل الاسود والحار والقرقوم، وايضا الملح. اول حاجه كنحتاجوها هما هذوك التوابل كنعملوهم. واللي انا هنا درت الحار، نتوما على حسب الا بغيتوا الحار يعني ديروه. المهم كناخذوا هاد يعني التوابل كنعملوهم، وكناخذوا هاد كاشير او النقانق. انا عملت نذكركم انني عملتها مبخره، كتجي رائعه زوينه بزاف. وهنايا عندي تون، يعني حيت ليه داك الزيت ديالو وخليته ناشف. صافي كنبدا نحرك في هاد الشي كامل. انا هنا درت معلقه، غندير باقي اليد. دائما كنسبق انا المعلقه. صافي كما كتشوفوا معايا هي العجين ديال البطاطس. غناخدوها وغادي نشكلوا فيها من بعد كريات. كما كتشوفوا هنايا عندي هنا جوج بيضات، وعندي لي شابلور، وعندي الطحين او الخبز اليابس. اللي عنده الخبز يعملوا في الفران، يحمروا شويه ويطحنوا. وكنشكل كريات من هذيك العجينه ديال البطاطس. كناخد كل كريه كنعمل فيها واحد الحفره، وكناخد داك الجبن وكنعملو في الداخل، وكنسد عليه مزيان. نشكل ايضا كريه. انا هنايا عملت غير واحد اليد لان كنصور بوحده. نتوما ممكن يعني تعملوا جوج اليدين الاثنين، غي تساعدكم بسرعه. بغيت غير نوري لكم الطريقه. المهم اول حاجه كنعملوها هو الدقيق او الطحين. كنعملوه من بعد كناخدوها لعند البيض. صافي من بعد الشابلوغ. تشوفوا دابا. والبنات اللي ما كيفهمونيش، عندي بزاف ديال البنات مصريين تيقول لي راه ما كنفهموك. كان انا الا ما كتفهموش يعني اللغه ديالي، راه الفيديو يعني فيه طريقه يعني بسيطه وباينه. ما كتحتاج انني يعني نعمل نتكلم باللغه العربيه الفصحى. صافي كناخذوا هنايا الزيت، كنسخنوه بطبيعه الحال. انا غادي نوريكم الطريقه الثانيه، يعني سهله بزاف. صافي كنديروا كما قلت لكم. انتم استعنوا باليدين بجوج. انا درت هنايا اليد وحده كما قلت لكم انني الاخرى كنصوب بها. والشارجور غادي غادي يطفى ليا. صافي كناخدو هذيك الكريه وكنعملوها حتى هي في الطحين. المهم نفس الطريقه تماما. وراه كتجي رائعه وكتجي بنينه بنينه بزاف. صدقوني انكم ضروري انكم تجربوها. اللي ما جربهاش يجربها، راه رائعه رائعه بزاف. كوجبات ديال العشاء او لا ايضا الغداء، وعلاش لا.
فيها فوائد، فيها مواد يعني مثل الثوم، مثل الجبن ايضا حتى هو. وهنا كنقليوها. ضروري نديرو يعني الزيت، المهم حتى تسخن بزاف بزاف، من بعد غادي نقصوا عليها واحد شويه باش ما تحرقش لينا. وكما كتشوفوا معايا هنا عندي البلا ديال كوبه ديال البطاطس مع الجبن، كتجي زوينه بزاف، ورافقت انا مع الخس وطماطه. كما كتشوفوا الجبن كاين في الوسط. وبصحة والراحة، وكنتمنى لكم نهار مبروك، وشكرا لكم، وشكرا شكرا بزاف للمشتركات اللي كيشتركوا عندي في القناة. ونهاركم مبروك وبسلامة عليكم.